النهارده هنتكلم عن حاجه اكيد سمعتوا عنها كتير الفتره اللي فاتت، وهي كمبيوتر ساينس اند اي اي. تعالوا نبسط الموضوع اكتر. يعني ايه اصلا حاسبات ومعلومات؟ في الاول اعرفكم بنفسي، انا محمد اشرف في سنه رابعه كليه حاسبات وذكاء اصطناعي جامعه القاهره، وهكلمكم النهارده عن كمبيوتر ساينس او حاسبات ومعلومات. اول حاجه، هل حاسبات ومعلومات هي اللي بتعلمك الهاكينج وازاي تبقى هاكر؟ في الحقيقه لا، الكليه مش بتعلمك الهاكينج او ازاي تبقى هاكر، بس في قسم في الكليه اسمه سايبر سيكيورتي، ده اللي هيحطك على اول الطريق في مجال الهاكينج وانك تبقى هاكر فعلا. تعالوا بقى دلوقتي نتكلم عن كمبيوتر ساينس وايه هو المجال ده وبندرس جواه ايه. طيب بكل بساطه نعتبر ان الكمبيوتر ده شخص احنا عايزين نديله اوامر عشان ينفذ لنا شغل معين. يعني مثلا لو احنا عايزين نصمم لعبه او موبايل ابلكيشن، فدراستنا الكمبيوتر ساينس هي اللي بتخلينا ندي اوامر للكمبيوتر علشان يقدر ينفذ الموبايل ابلكيشن او اللعبه دي. خليني دلوقتي اكلمك على اشهر واهم 5 اقسام عندنا في الكليه. اول قسم هو كمبيوتر ساينس او سي اس. تاني قسم هو الانفورميشن سيستم واختصاره اي اس. تالت قسم هو قسم المهتم بالذكاء الاصطناعي اي اي او ارتفيشال انتليجنس. رابع قسم هو قسم الدي اس او الديسيجن سبورت. خامس قسم عندنا هو قسم الانفورميشن تكنولوجي او الاي تي، وهنتكلم عن كل قسم بالتفصيل بعد كده. وبكده نكون اتكلمنا عن الاقسام الجنرال. في اقسام ثانيه بتكون كريدت. طب تعالى اعرفك بقى اصلا يعني ايه كريدت ويعني ايه جنرال وايه الفرق ما بينهم. في كريدت بيكون المصاريف زياده حبه حبتين ثلاثه، وفي كريدت انت بتعرف تخصصك من اول يوم بتدخل فيه الكليه. اما جنرال انت بتدرس المواد العامه لمده سنتين وبعدها تتخصص من اول سنه ثالثه، وده بيديك فرصه اكبر انك تبدا تستكشف المجالات الاول وبعدها تتخصص. اخر حاجه عايز اقول لك ان مجال الكمبيوتر ساينس واي اي هو المستقبل، هيفتح لك فرص كتير جدا جدا في حياتك. فستي تيوند للباقي. لو عندك اي سؤال تعالى اسال 180 كود في ايفنت نيوز تيل 17. سلام.